ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم الرغاي الزنان اللي مش بيبطل كلام، يوسف شريف. حلقتنا النهاردة عن التحكم والسيطرة اللي بنحاول نمارسها في حياتنا طول الوقت تقريبا. فيلا، شد كرسيك أو في ظهرك على كنبتك، أو ريح على البين باك بتاعك يا انتربرنور يا بتاع الستارت اب، كوباية الشاي بلبن أو النسكافيه كراكة في واحد، أو حك كوباية القهوة. وأهلا بيكم يا باشوات ويا هوانم في حلقة جديدة. واحد اتنين تلاتة، والحكاية والرواية. عارفين يا جماعة فيلم كليك بتاع آدم ساندلر؟ أو حتى في أفلام تانية يعني، لكن الفكرة نفسها اللي هو أفلام اللي بتستعرض إن البطل معاه أداة ما زي ريموت يقدر يتحكم في حياته بقى، سواء زي فيلم كليك يقدم أو يرجع في الزمن أو يوقفه حتى، أو زي حاجات قدرات أخرى يعني، يحذف حاجات من الوجود، يخلي حاجات تيجي، يقلل حاجة يزود حاجة كده يعني، يعلي الصوت يعمل ميوت للناس، دي حاجة نفس فيها لكن ما علينا يعني. كده شعور رهيب كده، حاجة اللي هو التحكم في كل شيء، شعور السيطرة اللي هو كل حاجة تحت تحكم ايدي، يمين شمال، عايزك مش عايزك، اول ما ازهق منك هعمل لك جليك، اول ما عاوزك هعمل سيرش عليك وادوس كليك وتجيلي. كده حاجة اللي هو شغل مافيا قوي. لكن ثانية، هو ليه البني آدم أصلا بيحب السيطرة؟ يعني ليه إحنا كبني آدمين أو كبني آدم وبنات حواء يعني بنحب إن إحنا نسيطر على حاجة، أو إن إحنا نكون في موقع سيطرة؟ ده بالنسبة لنا حاجة satisfying أوي كده، حاجة اللي هي ممتعة أوي. سبب من الأسباب هو الاستقلالية أو الشعور بالحرية. فكرة إن أنت مفيش حد هو اللي بيأمرك، أوكي؟ وفكرة إن أنت اللي تقدر تأمر حد، أنت اللي تحت إيدك الكنترول، أنت رب المنزل من الآخر. حلو. فده شعور رهيب جدا، مفيش حد هيقولك اعمل ولا سوي ولا اطلع ولا انزل. انت اللي بتقول لابنك قوم اعمل شاي، وانت اللي بتقولي لبنتك قومي نشري غسيل. كده شعور سيطرة كده، اللي انا حر، انا مش محتاج ان انا، انت هتأمرني على اساس انت ايه، انت مين اصلا عشان تتحكم فيا كده. عجاجة الشباب اصلا بيستقلوا عن اهاليهم عشان يعيشوا براحتهم، او عشان يتحكموا في ازاي يعيشوا، اللي هو بعيدا عن قيود الآخرين والعيلة والعرف العام يعني المعروف وكده. اللي هو أنا مش عايز إن أنا أصحى الصبح الساعة 9. يعني أنا لو شغلي بالليل فمش لازم أصحى من 9 الصبح، أنا ممكن أصحى على الظهر. مش لازم أفطر حاجة خفيفة، ممكن أتغدى على طول، أعمل اللي أنا عايزه بقى، ما أنا مش مقيد بقيود البيت إن أنا كنت فيه. أنا عايش لوحدي، هي دي الفكرة كلها. أو حتى عشان يقدروا يعبروا عن رأيهم من غير بص عصبية من هنا، أو نغزة في جنبهم فوق الكليك. عارفين النغزة اللي هي كونوا قاعدين مثلا بتزور قرايبكم، أوكي، فأنت قاعد جنب مامتك مثلا، فأكيد مش فاكر حد يسألك على رأيك مثلا، حاجة اللي هو مش المفروض تحصل عامة يعني. يعني كونك تسمع البودكاست بتاعي ده معناه إن رأيك فيه حاجة برضه في الآخر يعني، لكن الفكرة نفسها. فكي حد يسألك على رأيك في شيء ما، فأنت بدل ما ترد الرد المعتاد، أوكي، لما المفروض ترد تفتح بقى الفلسفة الخاصة بتاعتك بقى وكده، فتلاقي في إبرة واقفة فوق كليتك كده، مسكن، وأنت لسه هتبدأ إن أنت مقدمتك واضحة. لما حد يسألك إيه رأيك في التعليم مثلا يعني كده، بدل ما تقول يعني اهي ماشية كويس الحمد لله، يعني ما فيش اي مشكلة، بنحاول ان احنا نظبط الدنيا، كي تفتح بقى تقول والله، اول ما تبدأ تقول والله جيوبك عاجل في قعدتك، بيبقى فيه ابرة فوق كليتك واقفة، اللي هو بتلاقي بتبص على منطق فيه نظرة، اوكي، كلنا عارفينها دي، ومش ستيريو تايب والله، ولا مرة واحد راكب ميكروباص والهبل ده، هو حد فينا هنا راكب ميكروباص الشغل ستارت اب كوميديانز اللي أنا بحبه ده.
لكن الفكرة نفسها النظرة دي اللي بتحسسك، اللي بتخلي عارفين، بتخليك تحس فعلا ان انت عندك عمود فقري، ان انت تحس ان هو اتقلب قطب جنوبي خلاص، انت حاسس بكمية تلج في جهرك كده، فبتقول والله هي ماشية الدنيا يعني، اهو نظام كويس واحنا وخرج ناس عظماء جدا يعني. ببساطة يعني. بعيدا عن ده، سبب تاني ممكن يكون الإحساس بالأمان. احنا كبني آدم وبنات هوا، اوكي، بنخاف من المجهول بطبعنا، حاجة عادية جدا. أنا لو قلت لك روح اقعد في أوضة ضلمة، اوكي، الأوضة مفيهاش أي حاجة، انت بس قاعد في الأوضة الضلمة. لو أنا رميت بلية زي اللي كنا بنلعب بيها في الشارع دي لو عارفينها، رميتها كده أكروس ذا روم، عدت الأوضة بالعرض كده، انت سامع بيب بيب كده، اوكي، هذا الصوت كده يعني، انت مخك هيبدأ يزولك. أنا مش شايف، ما فيش حاجة شاممها، مش مستشعر حاجة حواليا، السنس الكومن سنس بتاعي ما عكرتش، سمعت صوت، اوكي، ومش عارف مصدره ايه، وعدى حواليا. فانت مخك يعني كفكرة طبيعية هيبقى قدامه يا ان انت تقوم تواجه الحاجة دي ان انت متعرفش هي فين، وده الاختيار أبعد، يا إن أنت هتبدأ بقى تستغيث لو هو حد يطلعني من هنا مش عارفة إيه، اللي هي استجابة الفاير يعني. كده واحدة من الاستجابات البدائية جدا بتاعت المخ، اللي احنا حتى يومنا هذا بنعتمد عليها في أي موقف، خصوصا المواقف الاجتماعية. لكن الفكرة نفسها، فلو جيت قلتلك إن كل حاجة هتمشي زي ما أنت مخطط، أكيد هتكون مطمن إيه ده، أنت هتكون عارف اللي هو أنا هحكم العالم من بكرة، أنا عارف كل حاجة أنا محتاج إن أنا أعرفها عشان أمشي الموقف ده تمام. انا عارف مين اللي جاي، ومين اللي هقف اتكلم مع مين، وهقول ايه، وهيكلموا في ايه، كأنك عايش كل يوم. عارفين الاسئله بتاعت ان هو لو انا قلت لك ان انت في يوم معين، اوكي، كده ان انت تعيشه من اول تاني لكن معاك ذكريات اليوم ده. الفكره دي عظيمه جدا، فكره ان انت تروح مثلا الحفله، اوكي، ان انت رحتها وبدل كل الهبل ان انت عملته وكل حاجة المواقف المحرجة ان انت وقعت فيها، ان انت تتصرف بالشكل ان انت لو اتصرفت كنت هتكون اشهر واحد في الحفلة مثلا. غير ما انت معاك الجاكة، طالما معاك الجاكة يبقى انت بتكمل، فببساطة هتكون مطمن عشان عارف تحت السيطرة. هي دي الفكرة، سواء من محاولتنا كبني آدم يعني إن إحنا نسيطر على الجو كوزر يعني وكده، للفضاء، اوكي، ان احنا نستكشف ونحتل الفضاء بقى، يعني ممكن في بعد 100 سنة مثلا دلوقتي، للحيوانات حتى ان احنا نخضع كل الحيوانات، مش بتكلم ان احنا نستغل الحيوانات او لا، دي مش نقطتي، بتكلم ان احنا نخضع الحيوانات ونخليهم يعملوا الشغل مكاننا. حاجة من بقالنا 7000 سنة بنعملها عادي، مش حاجة جديدة يعني عليها. او حتى ان احنا نسيطر على البني ادمين اللي زينا عشان نمحي اي فرصة لل variable بتاع المجهول ده، المتغير بتاع المجهول ده اللي احنا مش ضامنين. دي الحاجة الوحيدة بالمناسبة اللي بتخلينا نعقل يعني، كده طالما في حاجة مجهولة احنا مش هنعرف نسيطر. حتى ان احنا وصلنا لنقطة ان احنا بنسيطر على مشاعرنا ونكبتها، سواء كانت ألم، حزن، حتى سعادة. مش بقول ان احنا لازم نمشي، انا اتعصبت من واحد اروح شاتم بامه مثلا، لا، مش منطقي هذا، اوكي، لكن بتكلم على كبك المشاعر، ان انت حتى هقول لكم مثال، نطلع بره نكسر السكريبت كده ثانية نتكلم. رحت مرة حفلة ستاند اب كوميدي، اوكي، في مكان ما يعني، والحفلة كانت حلوة واستمتعت، لكن انا ما كنتش بضحك اللي هو ما كنتش الضحكة ما كانتش بتطلع بالشكل العفوي ان تطلع بيه على الجرح. ليه؟ عشان انا كنت حاسس شوية ان هو انا في حاجات ضحكتني لكن ما ضحكتش الناس المسكرش حاجة اللي قاعدين حواليا مثلا كده، اللي انا ما اعرفهمش الناس لكن ما ضحكتهمش، فانا لو ضحكت هيكون شكلي غبي، فلا ما ضحكتش. دي اكبر غلطة مثلا، كان ما كبتش نوع مشاعر معين، ما كبتش اي حاجة. حاسس ان في حاجة اتأثرت فيها وانت بتتفرج على فيلم، اظهر هذا الايموشن، عيط، اضحك، اتعصب،
خاف، هيجي مفيش حد هياكلك ولا حاجة ولا حد يعني حتى في حفلة الستاند دي لو لك ضحك مثلا، اوكي، هل حد كان هيجي يقول لي اللي ضحك في حفلة الستاند اب اروح اقول له طب ما منطقي يعني ما فيهاش حاجة يعني، فاهمين الفكرة كده؟ المهم نرجع لموضوعنا عشان انا بسرح بالكلام دلوقتي. ممكن برضو هيكيك المسؤولية كواحد من الأسباب يعني ليه إحنا بنحاول نسيطر يعني وكده. إني عايز أتحكم في حياة ابني مثلا، أوكي، عشان أنا مسؤول إن أنا أربيه كويس. عايز أعرف هو خلص إمتى، راح فين، جه منين، طلع فين، نزل فين، مصاحب مين، بياكل إيه، بيشرب إيه. أنا مش بتكلم على الحاجات المعلومات الأساسية اللي الأهل المفروض يكونوا عارفينها عن أولادهم. أنا بتكلم إن أنا افتح لي لايف لوكيشن، اوكي، وانت نازل تجيب حاجه من العربيه كده، انا مش واثق فيك تماما. هو افضل واقف في البلكونه بالمناسبه، واللايف لوكيشن بيجي الشمال، انا باصص عليك من البلكونه كده. اي حركه لو وقفت ثانيتين بس تحت هعمل لك راسك اعجاج خالص. قول لي انت وقفت ليه ثانيتين زياده كده؟ لازم اسيطر على حياة ابني عشان اقدر اربيه. ما لو ما سيطرتش عليه مش هعرف اربيه. في ناس فعلا عقلياتهم كده، هنعمل ايه؟ او ان انا لازم كمدرس اكون حاكم الفصل، اوكي، عشان انا مسؤول قدام الاهالي ان انا اعلم الولاد دول. ايوه، في فرق ما بين ان انت تعلمني، ما بين ان انت تحسسني دايما ان انا في مفترس هياكلني في اي وقت. يعني ليه افضل خايف دايما وحاسس ان انا ما اقدرش اتحرك، مش عارف لو لفيت رقبتي بس كده شمال شويه انت هترميني بحاجه؟ ليه احس ان كده؟ سيطر، اوكي، بالاحترام. حتى احنا يعني احنا لو لقيناك مدرس شخص كويس محترم، اوكي، ما اظنش ان احنا هنحاول ان احنا نقل اجابنا عليك على الفاضي يعني دي الفكره يعني. احنا برضه مش مجانين. او حتى ان انا ارهب الناس مثلا من حوالين بنت عشان شايف ان انا مسؤول عنها، عشان مثلا لقبي في الاخر وفي الاول ان انا مثلا صاحبها. انت مين؟ ايوه انت مين من الاخر، انت مين كده؟ ورغم عدم صحة ده، يعني يكونوا مثلا سايبين بعض بقالهم جواكي سنة وست شهور مثلا، حاجة زي كده، وهو لسه قاعد عامل زي الكلب اللي مربوط قدام جراج. اي حد يقرب لها يهوهو كده بدون سبب، بدون سبب. هي رايحة تجيب حاجة من الكشك، الراجل بيقول لها الحساب كذا، يجي يهوهو عليه. كان لو انت ازاي تتكلم حاجة في منتهى الغباء، حاجة في منتهى الغباء. طب ثانية، هو يعني ايه سيطرة وتحكم من الأساس؟ نرجع بقى لشغل الحلقات الأولى بتاع إن أنا بجيب حاجة وبقول التعريف بتاعها وبشرحها. يا لهوي، أنا على فكرة كل ما أجي أعمل كده هذكر هذه النقطة إن أنا كنت بحبها أوي. ده من الليجاسي بتاع البوكر سكاننج، المفروض عارفين. السيطرة هي القدرة على التأثير على شخص أو شيء أو حالة من خلال إيه؟ من خلال القوة أو الإكراه. دي السيطرة. طب التحكم هو القدرة على تنظيم وتوجيه وتنسيق الأشياء أو الأشخاص أو الحالات من خلال إيه؟ التفكيك والتنظيم. حلوة. نتكلم بالبلدي بقى بدل كلام المثقفين والنمطيين ده. بالبلدي، السيطرة هي إن أنت تبقى بتغير حاجة بالعافية. أنا مش عاجبني قصة شعر ابني، أوكي، مش هحاول إن أنا أقول له غيرها، لأ، أنا هاخده على الحلاق من شعره، اوكي، واخليه يحلقها بالعافية كده. انا بسيطر عليه كده. طب والتحكم ان انت تغير حاجة، بس التنظيم والتفكيك مش بالاكراه. اللي هو انا مش عاجبني قصة شعر ابني، اوكي، هقعد اتكلم معاه اشوف هو عامل جيل، هو ليه عامل هذه القصة اللي شكلها عامل زي الزعافة بتاعت التراب. انا عايز افهم بس، زي اللي احنا بنقدر بيها اصلا. انا عايز افهم، اقعد اتكلم معاه اشوف ممكن اقنعه، اوكي، فيروح هو يغيرها لوحده. يبقى كده انا نظمت، فكرت، اتكلمت في عقل في الموضوع، ما اتصرفتش كإنسان همجي من قبل التاريخ مثلا، حاجة زي كده. طب هو ليه السيطرة أصلا على حياتنا شيء سيء؟ يعني ليه إن الواحد يكون بيحاول إن هو يسيطر على حياته، أوكي، ولحظة هنا ببص يسيطر يبقى بالعافية، ده شيء سيء أو ده شيء مؤذي لينا إحنا كبني آدمين يعني؟ ببساطة، أوكي،
والحاجة دي شرحتها ليا الأخصائية النفسية ولاء محمود، اوكي، أمي العزيزة طبعا، شوكة ليها. سقفوا هنا، يعني أنا هكمل كلام بعد ما تسقفوا. سقف وأنت قاعد هنا، لو قاعد في الميكرو سقف. دي أمي اللي احنا بنتكلم عليها، بيتكلموا في إيه؟ مهم، إيه اللي ورا محاولة السيطرة أصلا؟ يعني احنا ليه بنحاول نسيطر على حاجة ما؟ الخوف. احنا خايفين، اوكي، فنتيجة للخوف بتاعنا احنا بنحاول ان احنا نسيطر على الموقف، عشان لو سيطرنا عليه هنطمن. فهو الخوف والنقص بتاع الاطمئنان جوه هنا من الحاجة دي، ان ممكن حاجة تحصل كده، ان هي ممكن تبوظ، او حتى خوف من مجهول زي ما احنا قلنا. يعني في نوعين من الخوف في هذه الحالة: خوف مبرر وخوف غير مبرر. اوكي، يعني مثلا تعال ندي مثال. لو عندك حد مسافر عمال، تعال نقول ابنك، حلو، تقدر تعمل ايه عشان تقلل خوفك؟ اوكي، الداخلي ان انت خايف ان هو يحصل له حاجة مثلا، او ان انت خايف عامة على حياة ابنك. يعني ما هو في الاخر مسافر بعربية لوحده من بلد لبلد، من محافظة لمحافظة اقصد. يعني فتقدر تعمل ايه عشان تقلل خوفك ده، او عشان ان انت تتحكم في الموقف؟ هنا قلنا تحكم، السيطرة. اولا يبعت لك لايف لوكيشن، حلو، صورة من نمر العربية ومعلومات العربية والسواق مثلا. دي الحاجات اللي هو يقدر ان هو يبعتها لك، ويتابع معاك اول باول. يعني لما انت تبعت له يرد عليك، هيقلك اجي، يعني مش لازم كل ربع ساعة مثلا، لا، هو يبعت لك كده: عجينا الماستر، عجينا بوابة كذا، عجينا بوابة كذا، لا هيجي. طيب المفروض بعد كل الإثباتات دي اللي هو اداها لك إن الخوف ده يروح، ده المفروض، وده حقيقي. بس ده الخوف المبرر بس الخوف الغير مبرر، أوكي، مش هيروح. فهتحاول بقدر المستطاع إن أنت تسيطر على أي عوامل تانية بقى في هذه الحالة، حتى لو ده هيكون صعب على ابنك ذات نفسه. خليك معايا على التليفون طول مدة السفرية. طب بابا الطريق 4 ساعات، خليني معاك على التليفون 4 ساعات. هي حكة دي خسارة بالنسبة حكة لأن أنت لو هنشحن رصيد 4 ساعات إيه؟ مش هينفع. خليك معايا على التليفون طول مدة السفر. صورلي الطريق كل ربع ساعة، أو أي حاجة، أي مبنى تشوف جنبك صورهولي. خليك راكب العربية كده، أنا عايزك توصل عندي بروفيشنال فوتوغراف من إن أنت قاعد تصورلي الطريق كل ربع ساعة. طب بابا احنا ماشيين على الصحراوي، مفيش معالم في الطريق اقدر اصور لي الرملة. انا عايز اشوف الرملة عشان اطمن ان انت ماشي على الصحراوي. افترض الراجل لف بيك، مشي بيك في الزراعي بس، انا عايز اطمن. طب ما حضرتك معاك اللايف لوكيشن؟ لا، صور لي الطريق. اديني السواق اكلمه. ايوه يا بابا احنا لسه متحركين، اديني بس. اديته السواق اكلمه. تمام، مشيتوا 10 دقايق. الو، ايوه يا حبيبي، اديني السواق اكلمه. طب ليه؟ ما انت لسه بتكلمه من 10 دقايق. لا، ما هو مشي من شارع غير الشارع، انا عايز اعرف هو رايح فين. اديني السواق اكلمه بس. يجي السواق، اي خطوه بقى. الراجل وقف يفول بنزين عشان العربيه ما تقطعش مننا وسط الطريق. الراجل وقف ليه؟ اديني السواق اكلمه دلوقتي، بيفول بنزين. اديني السواق اكلمه، هو ليه وقف من غير ما يقول لنا؟ اديني السواق اكلمه كده. ده كله خوف غير مبرر، محاولة للسيطرة على حاجات ما نقدرش نعمل فيها حاجة في الحياة أصلا. فبكده نوصل لمحاولة السيطرة، اوكي، عامة نرجع عن خوف. محاولة السيطرة والتحكم الاتنين ناجين عن خوف، لكن التحكم نرجع عن خوف مبرر، والسيطرة عن خوف غير مبرر. كده نقدر نقول كده يعني. وجا كلام أنا، يعني من أول هذه النقطة جا كلام أنا، أوكي، كلام الأخصائية النفسية ولاء محمود اللي هي أمي العزيزة، أوكي، جا وقف على سنة بعد ما شرحت كيك الخوف الغير مبرر والخوف المبرر، أوكي، عشان ما لبسش كلام لحد بقى. كده فالخوف عامة، اوكي، الغير مبرر بالذات هو حاجة غير صحية. انك جسمك بيكون دايما في ستريس، بيكون دايما انت قلقان ومش على بعضك، حلو، من حاجات مش هتحصل، من حاجات مش موجودة. عشان مش لازم نسيطر على كل حاجة، مفيش حد بيسيطر على كل حاجة في الحياة، اوكي، غير الخالق مثلا. يعني على هو بس هو الوحيد اللي يقدر يسيطر على كل حاجة. دون عنه مفيش حد عنده هذه القدرة الكاملة على السيطرة على كل شيء. مفيش بشر يقدر يسيطر على كل شيء، مفيش. أبسط حاجة، مش بتكلم على حتى على نفوذ، حتى لو معاك نفوذ الدنيا والعالم، اوكي، مخك
مش هيقدر ان هو يمانج كل ده. هيجي الفكرة. وحتة اوت اوف ذا سكريبت برضو، او حاجتين. اول حاجة الخوف شيء صحي، مش الخوف عامة، لكن الخوف هو واحد من المشاعر، فما ينفعش ان انت تناقش المشاعر. انا خايف تمام، ايه جا كل شيء هيبقى كويس كده، الحاجات العادية. فانت ان انت تحس بالخوف دي حاجة عادية، لكن ان انت تفضل خايف بدون سبب، اوكي، ومش بكان بدون سبب اللي هو مثلا واحد زي عنده فوبيا من الحشرات، لو شاف صرصار في الشارع هو بيجري، اوكي انا بجري فعليا كده. فحد ممكن يكون شايف ان ده خوف غير مبرر، اوكي انت شايف كده وانا شايف كده، انا شايف ان رد فعل مبالغ فيه، بس انا ما اقدرش اعمل حاجه. انا مش قادر ان انا اكون ماشي في نطاق 5 متر حواليا في صرصار، انا مش هستحمل، فانا بجري كده. فده خوف اوكي مبرر بالنسبه لي، او حتى هو مبالغ، اوكي ده هو خوف مبالغ فيه، بس هو خوف حلو. الخوف الغير مبرر ايه هو؟ زي ما احنا قلنا في حالة الاب والابن اللي هو مسافر في العربية ده كده، خوف من انت اوريدي معاك كل الجلالات، ان لو ابنك حصل له حاجة انت هتعرف ان انت تلحقه، اوكي بعد الشر عليه طبعا يعني. آه فلين كل محاولات السيطرة الزائفة دي، اوكي هي مش بتعمل حاجة غير ان هي بتخلي ابنك مش طايق حاج بما فيهم انت. خلي السواق بعد ما كان شخص عادي محترم ماله هدوم وكده، بيفكر ان هو يلف العربية يخبطها في اي سوري يموت هو والابن ويخلصوا بقى. ما هو زهق من العيش، كل 5 ثواني بيكلمك. الراجل عايز يركز في الطريق عشان ما يعملش حادثة حتى يعني. ربنا يعافينا كلنا، ربنا يعافينا كلنا من كل شر يعني. ندخل على الحتة اللي بعديها بقى. طب ثانية كده في السريع، هو التحكم والتفكيك هما نفس الشيء؟ الإجابة لأ. يعني مش معنى إن أنت متتحكمش في حياتك، أوكي، إن أنت ما تخططش، أو إن أنت لأ معلش أنا غلطت هنا في الوصف، اللي طبعا غلطت لازم أقول. مش معنى إن أنت ما تسيطرش على حياتك، أوكي، إن أنت ما تخططش. أنت كده إن أنت تتحكم في حاجات معينة في حياتك، أوكي. يعني تقدر تتحكم في إن أنت عايز تنزل إمتى الصبح، هتصحى هتنزل عادي. أنا هنزل الساعة 8 الصبح، فهتنزل 8 الصبح. إلا لو حصل حاجة عادي، ده حاجة طبيعية. بس انت تقدر في العموم تتحكم في اشياء معينة، الحاجات اللي احنا كبشر لينا التحكم عليها. عايز اكل ايه، عايز اشرب ايه، عايز البس ايه، عايز اروح فين، عايز اجي منين، الحاجات العادية. التفكيك اصلا شيء اساسي لازم نعمله، يعني ما ينفعش نعيش في عشوائية. احنا اصلا ما اتخلقناش عشان نعيش في عشوائية، حتى لو معظم اللي احنا بنعمله فوضى يعني، اوكي. عارفين الجملة المشهورة بتاعت الأمهات بتاعت إن هو ما ينفعش البيت يفضل نجيف كده على طول؟ ده أكبر دليل إن إحنا أصلا بنميل أوكي للنظام، لكن جوانا حاجة كده سايكل اللي هو ما أنا مش قادر، أنا كسلان مش قادر أقوم أرتب. لكن أنت مع نفسك، أنت لو ماشي أوكي ولقيت حاجة مش في مكانها، أنت معظم الوقت إيدك بتاخدك إن أنا أشيل حاجة دي أحطها هنا بس كده. حتى لو حكم من أبسط الحاجات، كهجل المسكرة على المكتب بس حتى. وهنا دول مش ناس عندهم OCD، الناس عندهم OCD دي قصة تانية، ده حوار تاني غير يعني غير الستيreotype بتاع اللي هو بيقعد يغسل ايديه كل شوية بالكحول ومش عارف ايه. لأ، دول مصيبة، ده في مصيبة كاملة هنا يعني، دول حاجة تانية. لكن ما علينا نرجع. بمناسبة المصيبة يعني، بما ان هو في الوقت تسجيل هذه الحلقة كان في الإعصار بتاع ليبيا، والزلزال بتاع ليبيا برضه، فربنا يعينهم هناك ويرحم موتاهم كلهم يا رب. وبما ان هو في اخبار ان الاعصار ده او الرياح دي الكهربائية جاية على مصر، على مطروح واسكندرية وسيوة والعلمين على حسب ما انا فاكر يعني، بسترجع جامد من الذاكرة. فربنا يهانهم برضه، وإن شاء الله الدنيا تعدي على خير يعني، بما إني من مواليد اسكندرية يعني، فمبحبش اسكندرية يحصل لها حاجة. وربنا يعيني أنا وكل اللي عندهم جيوب أنفية وحساسية، أوكي، عشان الكراب اللي جاي ده لو الإعصار مخلصش علينا الكراب هيخلص. فربنا يعيننا كلنا. نرجع تاني لموضوعنا تاني بعد ما قلنا يعني. من أول التفكيك يوم بيومه لحد التفكيك الاستراتيجي ل20 سنة جايين. فكرة إن أنت لما بتخطط
اوكي في العموم بتقول انا هعمل كذا وكذا، اوكي. بس لما بتحاول ان انت تسيطر على حاجة بتقول ايه اللي هيحصل هو كذا وكذا. الفرق هنا مش في زمن الفعل لكن تأثيره في دماغك. انا لو قلت ان انا هعمل حاجة فده معناه ان انا في فرصة ان ده ما يحصلش، اوكي، وده صح لان في مليون الف حاجة بتحصل. ابسط حاجة، انا قلت ان انا هنزل اتمشى النهاردة، رجلي اتخبطت في طرف الدولاب، وجعتني مش هقدر انزل. حاجة بسيطة جدا زي كده، المية اتجلقت على الأرض فأنا شايفها فاتأخرت فمش هنزل، حاجة بسيطة. لكن لو أنا جيت قلت أوكي آه إن أنا كاجا هنزل، كاجا الحاجة دي هتحصل، أوكي، على أساس إن أنا ضامن 100% إن هي هتحصل، وده عمر مفيش. تعالوا بس هفهمكوا حاجة، مفيش حاجة في العالم إن إحنا فيه ده أوكي 100%، عشان نكون واضحين. ولا أدنى شيء، ولا أدنى شيء 100%، مفيش حاجة 100% مضمونة. أنا لو جيت قلتلك دلوقتي إن أنا في يوم معين هعمل خطة جيكيل ل24 ساعة بالظبط، أوكي، وقررت إن أنا هركز في ده، في حاجة هتبوظ، في حاجة هتبوظ. مش بقول إن مفيش مجال لينا كبشر إن احنا نخطط، لكن في مليون ألف عامل يبوظ الحاجة إن أنت عاملها هنا. فما تقولش ان 100% هيحصل كذا، لا، قول انا هعمل كذا، انوي ان انت تعمل حاجة عملتها يعني حلو، ربنا يساعدك فيها. طب ما عملتهاش، على الاقل نويتها وموجودة في دماغك، هي دي الفكرة. لكن كون ان في دماغك ان الحاجة دي هتحصل، لو ما حصلتش ده بيحطنا في احراج بقى، او حالة من الخذلان، او خوف ان كل حاجة تانية هتبوظ بقى، ما دي باظت اللي يمنع ان الباقي ما يبص. هيجي الفكرة كلها. يعني أنا حتى فشلت أوكي في إن أنا أرفع إيدي وأجاوب على المسألة دي في السكشن. أنا حتى الحاجة البسيطة دي أنا فشلت فيها، قاعد مجهز الإجابة ورافع إيدي وبحاول إن أنا أشد نظر المعيد ليا ومش عارفة إيه، وفي الآخر ما فكرنيش. طب أنا إيه لازمة طب ما أسقط بقى، كده بيبدأ هذا الشعور، تبدأ كان جارف في الهواية لحد ما تقع. معلش انا كرتوني شوية في دماغي، لكن هي الفكرة نفسها يعني. انوي على الحاجة، اوكي، ما تقولش ان هي كيكة حاصلة، قول ان شاء الله هعملها، او حتى اقول لو ربنا وفقني هعملها عادي، والجاني هتمشي والله. عارفين طبعا السؤال اللي انا هقوله ده اوكي بيعمل جدل كتير لما بيتقال يعني، بس تعالوا نقوله وناخده واحدة واحدة. اوكي، هو مش تركيزنا الاساسي، انا جبته عشان جملة واحدة. حلو حلو، نركز. هو الانسان مخير ولا مسير؟ معنى هل قراراتنا احنا مسؤولين عنها، ولا هي كده مش فارقة والمصير هيمشي زي ما هو عايز؟ ببساطة زي ما كتير قالوا، اوكي، اخرهم او ان انا سمعت منه الجملة يعني، صلاح ابو المجد وغيرهم كتير، وغيره ناس كتير قالوها يعني، الانسان اوكي مسير فيما يحدث له، لكن مخير في رد فعله على ما حدث. حلو أوي، نشرح الجملة دي إن هي جملة كبيرة. من الآخر يعني، لو حصلت بعد الشر عليك وعلى كل اللي حواليك حالة وفاة، أوكي، حد من عندك مات بعد الشر عليك كلكم يعني، أو خرجت من علاقة مش نصيبها النجاح، ده مش بإيدك، أوكي، مش بإيدك إن أنت إن الشخص ده كان يتوفى، ما كانش بإيدك إن أنت اما يكونش في كيمستري ما بينك وما بين هذه البنت، مش بإيدك، هي it just happened. بس فانت مش بإيدك شيء، اوكي. لكن إيه اللي بإيدك ان انت تختار تنهزل مثلا، اوكي، وتقعد تكئب، تسمع لي في اغاني حزينة وتشرب لي سجاير، اوكي، او ان انت تشوف انا هعمل ايه في حياتي، انا هنمي من نفسي، ولا حتى هروح اعمل هواية يا عم، هسجل بودكاست في ليلة امتحان فيزياء اعمل زيي، روح ادخل ايا كان الجامعة، في ليلة امتحان الفيزياء اعمل بودكاست. انا بقول لك اهو، اعمل، انت اللي بايدك كل الاختيارات، انت اللي بايدك ردة الفعل. يجي
هتختار ان انت بعد ما حصلت حادثة مؤسفة، اوكي، بعد الشر عليك وكان يعني، هتختار ان انت تدمن، اوكي، ولا ان انت تنهي كل شيء مثلا، اوكي، ولا ان انت تحاول ان انت تقف على رجلك وتحاول ان انت تكمل مشي لقدام؟ هي دي الفكرة كلها. انت بايدك ردة الفعل، الفعل كده مش بايدك. عمر ما حد فينا بيكون متوقع ان حد من قرايبه هيموت مثلا. ما فيش حد بيتحكم في كده، مفيش حد هو اللي بيتحكم في القدر يعني، اوكي، مننا احنا كبني ادمين، ولا كان متوقع مثلا ولا اي حاجة من كده. لكن انت الحاجة الوحيدة اللي في تحكمك يا بني ادم هي ردة فعلك. انا قاعد بكررها عشان انت لازم تجزع في دماغك هذه النقطة، اوكي. انت مسؤول عن كل ما تفعل، ومصيرك هو اللي بيتشكل نتيجة لده. هي دي الفكرة كلها. طب في الآخر كده، ايه الحل؟ يعني هل الحل ان انت تتقبل ان مش كل حاجة في الدنيا مخطط لها هتحصل؟ والحل برضو ان انت في حاجات بتحصل، اوكي، في حياتنا مش بإيدينا، وان حياتنا مش بيتم التحكم فيها بريموت، اللي هو اسم الحلقة. يا لهوي بقى، شفت جبتها منين وقلتها؟ يا لهوي على الجمال، يا لهوي. اكمل. ما تقدرش تتحكم في كل العوامل مهما عملت، اوكي. كل اللي عليك هو ان انت اعمل. خايف تقوم ترقص مثلا مع اصحابك عشان ممكن شكلك يكون مش حلو؟ يا عم قوم ارقص. طب خايف تروح اوبن مايك لحسن تعك؟ روح وعك. خايف تحل مسألة غلط مثلا عشان مش ضامن تحلها صح؟ أظن إن أنت تحاول، ده هيكون أحسن عشان ما تسيبهاش فاضية. عشان دي الحياة مجموعة من التجارب الصح والغلط اللي ملهاش ريموت. هي دي الفكرة كلها. أنت لو ما عملتش، كل اللي هيسيبك هو الندم. هي دي الفكرة كلها. إلا لو أنت عايز كده براحتك. لكن لو مش هتعمل نتيجة الخوف، نتيجة إن أنت عايز تكون متحضر أكتر، نتيجة لأي حاجة أنت كده، مش مهم. كل ده مش مهم. ارمي كل وراء السيطرة على الحياة ده في الزبالة، اوكي، وقوم ارقص مع اصحابك واتبسط وتنطط وتشقلب واعمل اللي انت عايزه. انت مش هتيجي حتى اقول لك حاجة، هتم احراجك ويرموا عليك طماطم، على الاقل عملتها، على الاقل كسبت تجربة. ما تبقاش شخص منعزل كده، ما تبقاش الشخص اللي انت عمرك ما هتبقى عايز ان انت تبقاه. هي دي الفكرة كلها. عايز تروح اوبن مايك؟ حضر، اكتب، اسأل، اعمل، سوي، اوكي، واطلع جرب حظك. ممكن انت عندك كاريزما، ما عندكش مشكلة، او جربت حظك، هتخسر ايه؟ ايه اللي انت هتخسره؟ هتتحرج. احنا هقول لكم حاجة. المخ بيعمل الاحراج، اوكي، والخزي، حلو، آه نفس معاملة ان انت هتتعرض لخطر ما كبير، اللي هو مش هيحب المخ. طبعا مش هيحب ان الواحد يحس بخزي او احراج، ان ده بالنسبه له ده اذى كده. فانت لو جيت تحط ايدك في النار هتتحرق. فاول ما تقرب وايدك تحس بحرارة عالية، مخك بيدي اشارة اسحب بايدك كده، اللي هي سكريابة الفر يعني كده. فعمر ما مخك هيحب ان انت تحرج نفسك. بعد في ناس عندهم فكر غريب كده، ما علينا منهم. عمره ما هيحب ان انت تحرج نفسك. لكن الفكرة كلها، اوكي، ان ده مش حقيقي. يعني انت اصلا، انا ماشي في الشارع اهو، اوكي، اتكعبلت، كفيت على وشي، مية مية، وواقع كده بطل في ناس ورا بعض، اللي هو تخ، عمق الرصيف مكسور، وانا كمان مية مية. اللي في مخي جواك ايه؟ كل الناس شافوني وقعدوا قاعدين بيضحكوا عليا اكيد، ومروح البيت لسه بيضحكوا عليا، ونمت وصحيت وعدى شهر واتجوزت وخلفت وعلى سرير موت ولسه فاكر الناس بيضحكوا عليا. رغم ان كل واحد من الناس اللي ماشيين، الخمس بنات اللي كانوا ماشيين هناك والتلات شباب اللي كانوا ماشيين هنا والراجل العجوز وبتاع الامن والخضري، ولا واحد فيهم فارق معاه حياتك اصلا. والله العظيم ما فارق معاهم. ده اسمه السبوت لايت افكت، اوكي. دي حته حلوه قوي ان انا وصلت دي في بعضها عشان نوصل لهذه النقطه. أنا ما كنتش متوقع السبوت لايت افكت ان انت تعقاك، ان انت دايما تحت الضوء بتاع السبوت بتاع المسرح. كل الناس مركزين معاك، لا انت ما حدش مركز معاك. حلو. ممكن ناس يكونوا غيرانين، ممكن ناس يكونوا، هو حتى هقول لك حاجه، حتى لو الناس ضحكوا عليك كل 24 ساعه والناس هتنسى. ليه؟ لان مفيش حد، اوكي،
فاضي قوي لدرجة ان هو يفضل يفتكر لك ان ايوه يا محمود انت وقعت البحر كان شكلك مسخرة يالا كده والهبل ده. لو انت قابلت حد فاضي لهذه الدرجة يبقى اعرف ان انت تجاهله بس. يعني اعرف ان هو ما عندوش حياة هو ما عندوش حياة لدرجة ان هو جاي بيسخر من حاجة عابرة حصلت في نص فريم كده في حياتك انت يعني بس. فمشي الدنيا صدقني الدنيا ابسط من كده ومش محتاجة كل الجهد كده. احنا معتبرين الحياة معقدة، هي مش معقدة، هي احنا المعقدين، هي دي الفكرة كلها. اوكي بص الحلقة دي اوكي قد ما كانت لذيذة وعجبني اللي هي طويلة الا ان انا ما عملتهاش لوحدي. اوكي انا بعت اكتر من سؤال لاكتر من حد من صحابي، وشاوت اوت بقى اوكي لكل جايين دول صحابي اللي ساعدوني في اعداد الحلقة. حلو. آم حتى لو مجرد ان هم يجاوبوني على السؤال اوكي للنقطة بتاعت ان في منهم قعدوا يناقشوني وفهمت حاجات منهم اكتر يعني. هي الفكرة كلها. اوكي شاوت اوت بقى لبولا حسني، أسامة سلامي، عمر سمير، أشرف أسامة، محمود أكرم، عبد الرحمن أبو غزالة، شيري محمد، جولي سامح. شكرا لكم يا جماعة على مساعدتكم ليا، سواء كانت مجرد زي ما قلت إنكم جاوبتوني على السؤال أو حتى في منكم اتناقش معايا وخدنا وجينا الكلام زي ما أنا بحب دايما. أتمنى لكم يوم سعيد ونروح بقى على الإندينج. إن أنا كنت هنهي الحلقة من غير الإندينج فنروح على الإندينج. يلا أشوفكم هناك. باي. يا لهوي على الجمال يا جماعة، الحلقة رهيبة رهيبة رهيبة. يعني مبدئيا كده شكرا لأي حد وصل هنا. الحلقة دي أنا مستمتع موت وأنا بعملها، يعني يكفي إن أنا قاعد قاعدة مونولوج كده وأنا قاعد بسجلها أصلا على الكنبة عادي. والحلقة يعني حاجة كده اللي هو بقالي كتير ما حسيتش الشعور ده. ممكن عشان أنا نفسي كنت بعاني من حكة الكنترول دي، اكتشفتها في أول امتحانات ثانوية عامة ساعة ما كنت أتكلم مع السكريس كوتش بتاعتي. اوكي شاوت اوت للسكريس كوتش بتاعتي يعني ان هو ايهاب. اوكي وانا خدت معاه سيشن واحد كانت سكيل يعني شاوت اوت ليها بسبب ان هي اللي فهمتني القصة دي وهي اللي اعطتني انسبريشن في الاول من ساعة ثانوية عامة ان انا اعمل الحلقة دي. فكده في السعيد يعني ارجو ان الحلقة تكون عجبتكم. يعني لو استفدتوا حاجة، لو ضحكتكم لو استمتعتم بالحلقة مش همسحها والله ما همسحها هتسمعوها كان البودكاست كجام مش بيتمنكش، انا بقول لكم مش بيتمنكش الا لو في حاجة جريف قوي يعني مثلا ان انا مت وانا بسجل مثلا حاجة زي كان ممكن يمنكجوا حتة طلوع روح يعني كده او اتفرجوا في مسلسل حلو قوي اسمه طلع روح، اتفرجوا عليه موجود على شاهد وعلى حتة تانية. انا حاسس ان انا بطلع بره لازم اركز لازم اركز. حلو أوي. اوكي دي كانت حلقتنا. اوكي طبعا مش هنسى حكة الجهاوي. ربنا يسعد ايامكم دايما يا اصدقائي. اوكي ويخليكم دايما سعداء دايما مبسوطين دايما مستريحين، ويمسح اي وجه قديم او جديد من قلوبكم. ينزل عليكم السكينة تناموا من غير جهد تصحوا من غير تعب. ربنا يجعلكم دايما موزعين في الدنيا تلاقوا في كل مكان فرصة. يا رب منكم الناس الجدعان الطيبين اللي انكم تستاهلوهم في حياتهم في حياتكم، ويبعد عنكم كل أذى وكل شر. آمين يا رب. ويقلل الخوف الغير مبرر من جواكم، ويجعلكم تجاروا ان انتوا تحكموا حياتكم بالشكل ان انتوا تبقوا عايزينه يعني، ويهديكم للشيء الأحسن ليكم يعني. ما فيش حاجة أظن هيتجرى من الدعوة دي يعني. أرجو إن الحلقة تكون عجبتكم. كان معاكم الرغاي الزنان اللي مش بيبطل كلام، يوسف شريف. دي كانت حلقة 18. متخيلين إن احنا بقالنا 18 حلقة بنسجل، أو أنا بسجل يعني بقالي 18 حلقة. دي حاجة حلوة أوي، أنا مبسوط أوي بالحكاية وقولوا لي رأيكم في اللوجو الجديد صح؟ أوكي بما إن هو بقاله حلقة كده المفروض اللوجو الجديد موجود، فقولوا لي رأيكم في اللوجو الجديد. هو عجبني صراحة اللوجو ده هيثبت شوية حلوين لحد ما تجيلي فكرة تانية بقى. أوكي فقولوا لي رأيكم فيه وبس كده. ويا بشوات ويا هوانم دي كانت آخر حلقة. 1 2 3 وجي الحكاية وجي رواية وبس كده. سلام.